وختامه رقاق باللحمه. يلا بينا مع بعض نعمل احلى رقاق باللحمه. اول حاجه هعملها ان انا هعصج اللحمه. الطاسه بتاعتي فيها شويه زيت، وهنزل كمان بورق لورا وفص حبهان، وهسيبهم لما الزيت يسخن ويطلعوا ريحتهم في الزيت كده. يعني انا حطيتهم من جوه الزيت بارد. نزلت باللحمه بتاعتي واديت لها رشه فلفل اسمر، ومش هقلبها عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. هسيبها لما تاخد لون كده من تحت وابتدي اقلبها. انا بس فرفضتها من بعض بس. وبعد ما اللحمه اخدت لون هضيف دلوقتي البصل، حوالي بصلتين كبار ونص معلقه ثوم. هنزل كل اللي في الطبق على فكره. تمام. وهقلب كده. مستخدمه على فكره نص كيلو لحمه مفرومه. حطلهم بصلتين كبار او 4 وسط عادي يعني، ونص معلقه ثوم. تعالوا اقول لكم حطيت بهارات ايه. حطيت ملح، كزبره، كمون، بهارات شوربه، بهارات لحمه، وحطيت فلفل اسمر. وهقلب كل ده مع بعض. واحط فلفل اخضر حلو وحراق. هقلبه واسيبه على نار هاديه لحد ما اللحمه بتاعتي تستوي. هنا غليت الشوربه وسايباها تهدى شويه عشان الفطير ما يبقاش معايا زي العجينه. وهنا سيحت معلقه سمنه، بسيحها اهو مع معلقتين زيت عشان يبقى شويه خفيف، ما يبقاش دسم معايا جامد وتقيل. تمام. وطبعا دي هدهن بيها الصينيه بتاعتي، وهدهن بين الرقاق وعلى الوش. تمام. دي الرقاق بتاعي. شايفين حجم الفطيره يا جماعه؟ كبير على اي صينيه، بس عادي برضو انا هشتغل بيه، هكسره كده واشتغل بيه وبيطلع معايا والله تحفه. ما تعقدوش نفسكم يا جماعه، لا عليكم ولا على حواليكم. اشتغلوا عادي وقولوا سموا الله واشتغلوا، هيطلع معاكم احلى اكل. دهنت الصينيه من تحت وفي الحواف. ادي الفطيره، وشكرا لرهف عشان بتساعدني. عفوا. ادي الشوربه بتاعتي. هسقي الفطيره بالشكل ده كده. شكرا يا رهوفه. ما كنتش هعرف اعمل الحركه دي لوحدي. اهو يا جماعه. مش سخنة؟ ايه؟ مش سخنة؟ لا الشوربه دافيه مش سخنه. تمام. يعني انا سقيتها وهديها كمان رشه خفيفه من الناحيه التانية كده. خلاص يا رهوفه. اوقف؟ اه يا حبيبي وقف. ادي اول طبقه، وهديها دهنه بسيطه من الزبده، وهكمل باقي الطبقات. 3 طبقات، بين كل طبقه دهنه خفيفه خالص من الزبده. ودلوقتي هضيف نص كميه اللحمه اللي معايا. ضفت اللحمه بتاعتي، والباقي هعمل منه صينيه كمان. وعايزه اقول لكم ان انا شلت فص حبهان اللي احنا حطيناه في الاول، وكمان ورق اللورا طلعته قبل ما اضيف اللحمه. اقول لكم ان انا في النص بضيف المكسر عادي جدا، بس بحاول اخلي اول طبقه واخر طبقه سلام. انسى طبعا دهنه الزبده الخفيفه خالص خالص دي. الحمد لله خلصت اول صينيه. دي الصينيه الكبيره اللي خلصتها. هشتغل بقى في الصينيه الصغيره زيها بالظبط، بس هعمل طبقتين من تحت وطبقتين من فوق عشان هي صغيره وكده، فما يبقاش الفطير كتير قوي عليها. تمام. قطعتها من قبل ما ادخلها الفرن، ودهنت على الوش دهنه زبده. ما بحبش اسقي بشوربه عشان بنحب الفطير مقرمش كده ومورق، فما بحبش اسقي بشوربه خالص. كده اول صينيه جاهزه ان هي تدخل الفرن. يلا بينا. اهو الرقاق بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. هوريكم الصينيه التانية كمان. الصينيه التانية كان فيها نص واحده سليمه، وكملت بالباقي كده عشان كانت صغيره. دي هحاول اطلع لكم واحده اوريها لكم من جوه. دي لولو معايا يا جماعه. قولوا لهم هاي. ماشي يا لولو. وبعد معاناه طلعت لكم الجلاش عشان بس اوريكم شكله من جوه يا جماعه. ودي كان ختام وصفات العيد رقاق باللحمه. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى من اللايك والشير والاشتراك في القناه. نتقابل فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه، ولايكات كتير بقى. سلام. كل سنه وانتم طيبين.